برج الحمل. ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ مريم معاكم من قناة مريم رحيم سكالت. النهارده ان شاء الله معايا تروتك حمل، ومن 26 باذن الله حتى 30 كده من اغسطس. طيب يلا بينا كده. اولا هاخد لك كارت من الماضي، نشوف كده كام يوم اللي فاتوا كان بيحصل فيهم ايه. 8 اوف wands. في حاجات ما هي سهلة في حياتك اليومين دول، وانت سبحان الله انت منتهى القوة يعني. طيب الستور، الهانجت مان، والسيفن اوف بنتكل. لا زي ما انا بقول لك كده، انتظار. ده نوع من انواع الانتظار، بس سبحان الله الصبر. في حاجات بدأت تحصل انت كنت عاوز ان هي تحصل، بدأت تتحقق او بدأت تمشي في مكانها الطبيعي، بس برضو في حاجة موقفاك. انا مش عارفة طبعا ايه هي، ولكن دوت من الماضي. ربما الشالنجز او التحديات اللي انا شايفاها الحياة في الايت اوف وانز، وربما بعض الامنيات اللي انت لسه مستني ان هي تتحقق. اوكي، تعالى كده نبص على طاقة القراءة. طبعا طاقة القراءة هي اسبوعك، طاقة اسبوعك شكلها ايه. ايس اوف وانز، بداية جديدة. طيب نزلت بعديها الايت اوف كابس، ثم الفايف. نوعا ما بتتخانق مع نفسك اتجاه شيء انت مش متقبل ان هو يبعد او ان هو يمشي. بس لو عرفت ان دوت بيوديك هنا في بداية جديدة، ممكن في اللحظة ديت تبدأ تتقبل الشيء ويبقى عندك الاكسبتنس. بس لسه انت مش في الحتة ديت. يعني انت لسه مش في حتة انه ده لازم الشيء دوت لازم يخلص عشان الشيء ده يبتدي، وهكذا. مش مشكلة، هتوصل للحتة ديت لانك قوي جدا ظاهر قدامي هنا. ودي حقيقة، انت مش قوي بس على الورق، لا انا حاسة بطاقتك قوي، واكيد انت بدأت تحس بنفسك وتحس قد ايه انك اصبحت اقوى من الاول. ده الحقيقة اللي انا شايفاه. وربما الدافع من انك تبقى اقوى من الاول هو انك تتحمل اللي بيحصل وتمشي لقدام، صح؟ طيب وهنا الحقيقة ايس اوف وانز بيقول لي انت بدأت تمشي لقدام. تعالى كده، فعلا بداية الجديدة اهيت مستنياك. طيب تعالى كده ناخد لك كارت من الملايكة. شوف كده الملايكة يقولوا لك ايه. يس الملائكة بيقولوا لك بيقولوا لك يس، بيقولوا لك انت ماشي على الطريق الصح. بالفعل انا حاسة بكده، بالفعل انا حاسة قوي جدا رغم كل حاجة بتحصل قدامك دلوقتي، سبحان الله يعني. تعالى كده حط حد في بالك حمل، واخد لك منه كارتين. كارت الاول، هذا الشخص بيقولك انه محتاج وقت يتشافى. ناخد كارت كمان، حط حد في بالك. ماشي. كارت تاني لهذا الشخص بيقولك في فيلين لوست. وفيلين لوست هو عاوز العلاقة تشتغل، بس مش عارف ايه بالظبط اللي هو المفروض يعمله علشان يخلي العلاقة تشتغل. طيب تعالى كده يا حمل، 5 كروت طاقة. اولهم انت الحقيقة الكوين اوف وانز. طيب 5 كروت طاقة، اولهم الكوين اوف وانز. في شغف في طاقتك الحقيقة. جنبيها الكينج اوف سورد، الفول، الكينج اوف وند، السكس اوف سورد، الايس اوف بانتكاز، 2 بانتكاز. ماشي، بالفعل في حد هنا زي ما تقول كده ماشي او بيبعد، وانت زي ما تقول انك سبحان الله يعني لسه ما فيش تقبل للوضع ان هو ماشي، لكن مش عارفه بتلبس عباءة الفول وكأنك بتقول اهلا ومرحبا بالتجارب الجديدة، انا مستعد، انا فاتح قلبي، انا موجود. في حب كبير في قلبك، انت فاتح قلبك كله، بس الحلو انك مش فاتحه بس لهذا الشخص. هذا الشخص بيدي ظهره، اعتقد وهو بيدي ظهره محتاج فعلا هيلين او استشفاء زي ما هو قال هنا.
وكمان يشعر ربما بالضياع شوية بانه مش عارف ازاي ممكن يصلح في العلاقة. وطبعا مفيش حد هيصلح لوحده، لكن احيانا البني ادم بيبقى فوجي، بيبقى ما هوش كلير، ما هوش واضح مع نفسه، ما هوش عارف يعمل ايه. تعالى كده نخش على الكارت التاني في الطاقة. ناين اوف ده مش انت، ده هو. في مخاوف فعلا من ان العلاقة يعني يحصل فيها اكتر ما بيحصل دلوقتي او حاجة زي كده، ودوت اللي هذا الشخص بيحاول ان هو يقولهولي هنا. طيب تعالى كده الورلد. طيب دلوقتي في انتهاء لحلقة في العلاقة. الانتهاء لهذه الحلقة بانه ربما ابتعاد هذا الشخص، وانت ايه اللي بيحصل ده؟ هو زي يبعد، انت كنت عارف ان هو بيبعد اصلا، لان انت عملت كده قبله. بس النايت اوف بنتكل، الكينج اوف بنتكل، والفور اوف، العلاقة دي موجودة، العلاقة ديت ما انتهتش، العلاقة ديت فيها شد وجذب، العلاقة ديت فيها درس ليك وليه. واعتقد احنا عارفين انه حتى لو العلاقة فيها دروس، ده مش معناه انها علاقة بتنتهي او لا. ده حتى علاقة الدروس، الناس بتكون متجوزة وقاعدة مع بعض بعشرات السنين وعشرات السنين، وبيكونوا بياخدوا دروس داخل العلاقة. فاللي انا بقوله دلوقتي ان هي علاقة درس، لا مش حكاية علاقة درس، علاقة فيها دروس ليك وليه. انتوا الاتنين هنا في خبرة كبيرة بتاخدوها من بعض. في هنا اسمها ايه، ترانسفورميشن، في تغييرات جذرية هنا في العلاقة وليكم انتوا الاتنين الحقيقة، انت وهذا الشخص. والعجيب ان هي حصلت في نفس الوقت، يعني بتحصل في نفس الوقت ليك وليه. مش هو بس اللي محتاج، بالظبط مش هو بس اللي محتاج استشفاء، انتوا الاتنين محتاجين. وهنا انت بتقولي انا زعلان بس في حب في قلبي، فعشان كده انا زعلان منه وفي نفس الوقت بحبه. ناين اوف سورت كارتك التالت، تعالى نبص عليه. تو فوان، مستني انت هنا مستني ريزولوشن، مستني خلاص من الطاقة اللي انت فيها دي. تمبرنس، ناين اوف كابس، واو. الكوين اوف بنتكل، فور اوف كابس، في حاجة حلوة جاية، والحاجة دي جواك بتطلع بره، فبتجذب شيء من بره. عارف انت الطاقة ديت، في حاجة من جواك حلوة بتطلع لبره وبتجذب حاجة حلوة. واعتقد دوت لانك زهقان قوي، تعبان قوي من الطاقة اللي انت حاسس بيها دلوقتي، فعاوز تمشي لقدام وتسيب الطاقة دي ورا. سواء بقى طاقة ان في حد بيحاول يبعد، او مش عايز يفهمك موقفه، او ايه اللي بيحصل بينكم، انت مش فاهم فانت عاوز تفهم. في نفس الوقت مش عاوز تفهم، في نفس الوقت عاوز تشيل الطاقة التقيلة اللي هي بتاعت انا عاوز افهم وتمشي لقدام. على فكرة مش انت بس اللي كده، لا اعتقد دي طاقة في الكوليكتيف، يعني احنا كبشر يعني. لانه انا حاسه ان طاقه انا عاوز ابعد، او انا عاوز طاقه جديده، او انا عاوز بدايه جديده موجوده معاك وموجوده مع الجميع. هنا انا حاساك عاوز تعمل حاجه كمان، تبدا في حاجه ممكن تكون اتجاه هذه العلاقه، اتجاه الشخص، او عموما في حياتك، وحاسس بانك هازتت متردد. ادي نفسك الوقت بس، لان هنا الطاقه تقيله قوي عليك. فعشان تستحمل الطاقه دي طبعا محتاج الانر سترينث، محتاج قوتك الداخليه، وانا شايفاها معاك. ومحتاج بس ارشاد في الطريق، وده جاي لك لان هنا كارتك الرابع هو الهاي بريست. يعني انت ممكن تكون بتتقمص الهاي بريست الحياه. هنشوف ايه ده. اوه التاور نزل ريفرس، التاور نزل كده. في كارتين تانيين وقعوا، بس ايه عايزه اشوف هما ايه. اوكي واو، حلو جدا 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 جدا. الكارتين دول وقعوا ريفرس، يعني وقعوا بالعكس، وده كويس جدا. كل الافكار اللي في دماغك، او معظم الافكار اللي في دماغك اللي مضايقاك، اللي متقلاك، بتنتهي. تو في بنتكل، تو سورت حلو جدا هما ينزلوا ريفرس. تاور ريفرس مش حلو جدا، لان التاور ريفرس بيقول لك ديستربشن، يعني نوع من انواع التغيير اللي انت مش عايزه. والتغيير اللي انت مش عايزه ان هذا الشخص يبعد. انت مش هتندهش، انت هتندهش قوي، مع انك كنت عارف، بس برضه هيبقى فيه اندهاش بسيط. اوكي anyway، تعالى كده نزل كارتين كمان، هيروفنتس وايت اوف بنتكلز. بالفعل هتبدا تشتغل على نفسك. وخليني اقول لك موضوع التقبل ده، تقبل ايه بقى؟ تقبل ان انتوا بتبعدوا وبتقربوا، تقبل ان في حب كبير او انت مش عارف تتعامل معاه.
لان العلاقه شكلها كده كل دوت. بس هياخد وقت، هياخد وقت. لان انا هنا شايفه هذا الشخص كده، يعني هو كانه هو في الهيرفنس، هو كانه بيقول لي انه ده اللي المفروض يحصل دلوقتي. انا عاوز اخد وقت، عاوز افكر ايه بالظبط اللي انا ممكن اعمله، او ايه بالظبط اللي انا ممكن اوصل له دلوقتي في طريقه تفكيري. هو ليه بيقول كده، او هو ليه في الحته دي؟ لان هذا الشخص زي ما انا قلت لك عايز يبقى عنده وضوح في طريقه تفكيره. هو مش واضح، هو مش عارف هو عاوز ايه. ربما كترت قوي المشاكل في العلاقه، يعني منك ومن انتوا الاتنين، يعني حسيتوا بدوت في وقت من الاوقات. فده عمل صخور في الطريق اللي انتوا ماشيين فيها. فتخيلوا انتوا ماشيين في العلاقه كده عمالين تعملوا كده. طيب تعالى كده نشوف طاقه كارتك الخامس. حلو قوي، ربنا مديك القوه دي دلوقتي لانك محتاجها. الهرمت، 3 فند، انتظار، النايت اوف سورد، الايس اوف سورد، السيفن اوف كاب، وال الشريط هنا فيه كوين اوف سورد، 6 اوف بنتكل. انت بتنتظر الوقت المناسب علشان تعرف هتعمل ايه. هل تتقبل ان هذا الشخص بيدي ظهره، ولا تبدا من جديد؟ الحقيقه انا شايفه بدايات كتير جديده ليك، وحاسه كمان انك زي ما انا قلت لك بتتقمص الهاي بريست هنا. يعني ده معناه انك بتبقى متصل قوي بقلبك. فاللحظه اللي بتبقى متصل فيها بقلبك هي اللحظه اللي هتعرف انك اقوى من هذا الشخص، لانك ما عندكش المخاوف اللي عنده. هو زي ما تقول كده بينسحب لانه خايف، مش عارف يعمل ايه. انت ما بتنسحبش، انت بتفضل معاه ومع رحلتكم في العلاقه ديت طول الوقت. واعتقد ده شخص قلبه مفتوح قوي، شخص يقدر انه زي ما انا قلت لك ده اللي بيحصل وياك. انت بتخرج من جواك حاجه حلوه بتجذب ليك حاجات احلى في الطريق. فاعتقد هي طاقه تقيله، ده اكيد. والحقيقه اقول لكم على مفاجاه، هي او شيء يعني انا اكتشفته الحقيقه في القراءات. يعني بعد 5 سنين بقرا تاروت، يعني غير قبليها كمان سنتين بتعلم يعني وكده. ف لاحظت في اني بكتشف طاقة الأبراج مش طول الوقت، ومش كل الأبراج، بالذات الأبراج النارية. إنه لما بقرا قراية الحمل بستكشف طاقات القوس والأسد، بستكشفهم، بعرفهم يعني. ببدأ أعرف استريم الشكل الطاقة. فلو لو يريحك ان انا اقول لك مش انت لوحدك في الطاقه ديت، ف اكيد هترتاح شويه. لكن لو قلت لك انك طاقتك قويه جدا، واتمنى ان الاسد والقوس يبقوا بنفس القوه دي في الطاقه، هتفرح بنفسك، اكون فخور بنفسك قوي. الموضوع مضايقك او هيضايقك، ما اعرفش عرفته ولا لا، او في حاجه قالت لك ان الشخص دوت بيبعد او هيدي ظهره او ما اعرفش. بس زي ما تقول كده، عارف انت لما شخص يحاول انه يصلح، ده بيبقى قوي جدا. لما شخص يبقى عنده مقاومة للتصليح، ده بيبقى فيه ضعف في طاقته. فده اللي انا حاساه معاك. غيرك انت على العكس، عشان كده انت فاتح قلبك طول الوقت في الطاقة دي. تعالى كده اخد لك كارت الملايكة، نشوف كده الملايكة عايزين يقولوا لك ايه. اولا انتويشن اند داونلود، دي بقى الهاي بريست. لما قلت لك، شفت بقى لما قلت لك ده الهاي بريست، اللي هي انك بتكون متصل بحدثك، وحدثك بيقول لك تعمل ايه. ده بالظبط اللي بيحصل هنا. تعالى كده حط حد في بالك واخد لك منه كارتين. هنا بيقول لك المذر وونز، والمذر وونز هو الشخص اللي في عطائه ما بيكونش سخي، في عطائه للحب ولكل شيء، انه يفتح قلبه بالكامل. ودوت طبعا بيقول لك انه هو بيحاول يشتغل عليه. وهنا بقى بيقول لك انه جوستد، لو هو دي سبيل، لو هو اختفى او ساكت او صامت، ده لانه عاوز يصفي ذهنه. انا قلت لك كده، قلت لك ان هذا الشخص بيواجه عدم وضوح حتى في افكاره، ده اللي مخوفه لانه مش عارف يعمل ايه، وده اللي بيخليه ينسحب احيانا. لكن زي ما انسحب هتشوفه التاني وهو بيدي وشه بعد ما ادى ظهره. وهفكرك بالكلام ده كله. بشكر الحمل جدا، اشوفكم الاسبوع الجاي. بيس، ساين اوت.